مفيش اسهل من كده، حلو سريع وبسيط وسهل، اي حد ممكن يدخل يعمله. لو بنوتك دخلت المطبخ هتعمله في 5 دقايق، ومكوناته متوفرة عندنا في كل بيت لانه مش بيحتاج مكونات كتير يعني. اول حاجة بسكوت عادي، يكون نوع بسكوت حلو يكون عادي، وكريم شانتيه، وكوباية حليب باردة. وعندي هنا الشوكولاتة، انا عملتها معاكم كتير، الشوكولاتة السايلة دي في الخلاط. والنشا، انت ممكن تستبدلي النشا والشوكولاتة دي بأي حاجة تحبيها تاني، وطبعا أي نوع مكسرات متوفر عندك، لو مش متوفر عادي خالص. أول حاجة بجيب البسكوت بنزله في الحليب البارد بالشكل ده، وأعمل أول صف، وبعد كده أنزل بالنشا زي ما انتوا شايفين معايا، وبعد كده هضيف برضو صف بسكوت تاني. أهم حاجة البسكوتة بحطها في الحليب وأطلعها بسرعة عشان ما تدوبش مني، يا دوبك بس في الحليب وبتطلع تاني. حطيت الطبقة التانية بعد النشا، وبعد كده هضيف شوية من الشوكولاتة بالشكل ده، وهعمل برضو الطبق التاني بنفس الشكل. انت ممكن تعمليها في كاسات عادي خالص، بتبقى حلوة برضو. وممكن تستبدلي اي حاجة مش عاجباكي في المكونات دي اي حاجة تانية برضو. البسكوت ممكن تستبدليه باي حاجة، والنشا والشوكولاتة. ادينا حطينا اول طبقة طبعا زي ما احنا قلنا، وبعد كده هنحط النشا، بعد كده هضيف اهو النشا هضيفه تاني. هعمل الطبقين دول قدامكم، وبعد كده هسرع الفيديو. بعد كده حطيت طبقة البسكوت، وهرجع تاني هضيف طبقة الشوكولاتة بالشكل ده. هخلص كل المكونات معايا بسرعة بالشكل ده اهو. سرحت الفيديو عشان ما يبقاش الفيديو طويل عليكم. حطيت نفس المكونات، مشيت عليها بالظبط. بعد ما هخلص كل المكونات دي، التزيين ده براحتك خالص، اي تزيين بتحبي تزينيه تضيفيه بعد كده. انا حطيت بسكوتة بالشكل ده برضو، حطيتها في الحليب وزينتها بكريم شانتيه. برضو حطيت شوية مكسرات على الوش، اي تزيين بسيط معاكي، سهلة وسريعة ومفيش ابسط من كده. حلو، طعمها خطير جدا وهيعجب الاولاد، جربوها هتعجبكم. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واتمنى ما تنسونيش في اللايك والمتابعة، واسيبكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.